السلام عليكم متتبعيني الأعزاء، نتمنى ديما تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. كيف ديما تنقول القصص ديالنا ضروري ما كناخدو منهم شي عبرة، وضروري ما كنستافدو منهم شي حاجة. بحال القصة اللي غادي نقول لكم اليوم، أنا عمرني ما سمعت بها وما عمرها ما دازت ليا من بالي. هاد الشي علاش انا بغيت نشاركها معكم هنايا في القناة، باش نشوف واش كاينين الناس حتى همايا دازت على مسامع ديالهم، او انهم سمعوا عند شي حد وقع ليه بحال اللي وقع لهاد البنت، ولا دارهم داروا بحال هاد الشي اللي داروا عائلة هاد البنت. قبل ما نبداو القصة ديالنا وقبل ما نسردوها ليكم، بغيتكم انكم ديروا لايك للفيديو وديروا تفعيل الجرس، وما تنساوش انكم تشاركوا في القناة باش يوصلكم ديما الجديد ديال القصص ديالنا اللي كنشاركوا معكم كل يوم ان شاء الله. بالنسبة للقصة ديال هاد البنت اللي كتقول في عمرها دابا 18 عام، وتقدم الخطبة ديالها واحد الدري، وهاد الدري اللي تقدم الخطبة ديالها من العائلة ديال جدها هانيت، يعني ماشي شي واحد اللي بعيد عليها، قريب لجدها. على ما كتقول ان هاد الخطيب ديالي كيجيني لجدة، يعني راه من عائلة با، ماشي شي واحد اللي بعيد عليا، ولكن هويا من جهة جدة، قريب لجدة بزاف. واول حاجة، انا ملي خطبني، انا مع عندي واحد المشكل، انا ما كنتش عارفه عليه حتى شي حاجه على هذا المشكل، ولا عمرني فكرت فيه، ولا عمرو داز ليا في بالي. ولكن واحد النهار انا وبا كنا جالسين، هو يقول لي: يا بنتي، راه بغيت نقول لك واحد الحاجه خصها تكون في بالك قبل ما تزوجي. راه امك وامي راه داروا واحد الحاجه، وما عرفتش هاد الحاجه واش حيدوها ولا باقا، ولا باقا كاينه. المهم انا هاد الكلمه بغيت نقولها لك باش تقلبي على راسك وتشوفي اشنو ديري قبل ما تزوجي. لحقاتش على ما سمعت، حيت قالوا لي راه عندك غير بنت وحده، خاصنا نديرو ليها هاد الشي باش يبقى محافظ عليها، باش ما يمسها حتى شي واحد. وانا بقيت مفكر هاد الكلمه، لان عارف الدنيا هادي ديما ديك هاد الكلمه كاينه في بين عينيا، وديما مفكرها وخايف لا نموت ولا تجي شي حاجه قبل ما نقولها لك. وكنت ديما كنتسنى تجي واحد اللحظة اللي نلقى الفرصة باش نقول لك: يا بنتي، ها شنو كاين، ها شنو كاين. المهم، الاب ديالي قال لي باللي الام ديالي وجداتي وكلوني ديك الجلدة اللي كتكون حمرة عند الفروج. انا ما عرفتش هذيك الجلدة اللي كتكون حمرة عند الفروج اشنو معنيتها. على ما قال لي با بان هذيك الجليدة الحمراء اللي كتكون عند الفروج وكلوها ليا على اساس انهم ثقفوني، على اساس انني مثقفة باش ما يمسني حتى شي واحد. وما عمر ماما ما ذكرتها ليا. وعلاقتي انا بجدة ماشي شي علاقة، لان انا وجدة ما عمرنا ما كنا مع بعضياتنا. ديما احنا ضد الطيار، انا نطلع وجدة تهبط، انا نهبط جدة تطلع. المهم انا وجدة ما عمرنا كنا مقادين مع بعضياتنا. حتى من عماتي انا وياهم خاصمين، ما كنهضرش معاهم. وحاجة الوحيدة اللي انا دابا ضراني في راسي هو كي غادي ندير نحيد هذيك القضية اللي دارت ليا جدة. وانا متأكدة بان جدة هي اللي صيبت هذاك الشيء، واخا الام ديالي معاها. جدة هي مولاة الفكرة، وجدة هي اللي كدير كل شي في العائلة. وانا الا بغيت نطلب من جدة نقول لها حيدي لي هذاك الشيء، جدة ما كرهاتش انها تزيد لي شي حاجة ما كتر من هكاك، لان اصلا جدة ما باغانيش نتزوج. انا الحاجة اللي بغيت نعرف هو واش بصح كاينه هاد القضية ديال هاد الجلدة ديال الدجاج اللي كيديروا كيتقفوا بها البنات، باش ما يقيسهم حتى شي واحد. على ما قال لي با، انا ما عمرني ما سمعت بهاد الكلمه حتى اليوم فاش قالها ليا.
اليوم فاش قال لي با هاد الشي وضرني في راسي وخفت. الا بغيت نقولها لخطيبي نقول ليه شنو كاين شنو كاين، خفت لا ما يتفهمنيش، خفت لا نقولها ليه وتجيه شي حاجة في دماغه، ولا يقول لي نتوما عائلة راكم عارفين، يقول لي نتوما كديروا هادشي ديال التعويد ولا شي حاجة. خفت لا ما يتفهمش. اكتريا هاد الجيل اللي حنا دابا فيه كيكونوا الناس ولاو واعيين، الناس ولاو فاهمين، يعني ما بقاوش كيامنوا بهاد التخربيقات. انا حاجة وحدة اللي بغيت نعرفها هو واش ممكن نيت يكون هاد الشي، واش شي واحد فايت ليه داز من هاد الشي. مع العلم جداتي وقعوا عليها بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال البنات اللي دارت لهم هاد الشي، وانا كنت كنشوفهم وكنت كنسمع بان راه جداتي هي اللي كدير هاد الشي. ولكن انا دابا ما نقدرش نقول لجدة حيدي لي هذاك الشي، وحتى الا قلتها لامي غتقول لي انا ما عرفتش هي اللي دارته. انا اللي خايفة منه هو نسكت وما نقول حتى شي حاجة لراجلي، ولكن نهار نتزوجو نطيح في المشاكل معاه. عافاكم البنات، اللي عارفة شي حاجة ولا اللي عندها شي فكرة ولا اللي فايتة دايزة في هاد المشكل اللي انا دابا طحت فيه، تقول لي شنو غادي ندير، اشنا هو الحل، كيفاش غادي نخرج من هاد المشكل اللي انا فيه دابا. لان هاد الشي اللي داروا ليا راه داروا ليا ملي كانت عندي 10 سنين. انا دابا راه في عمري 18 عام، يعني دابا انا راه كبرت، ولكن انا ما عمرني ما كنت عارفه هاد القضيه حتى لدابا فاش قالها لي الاب ديالي. وانا سولت صاحبتي قالت لي ما عمرني ما سمعت بهذاك الشيء، هي اللي طلبت مني قالت لي نحط لكم هاد المشكل ونحط لكم هاد الميساج انكم تسولوا لي الناس اللي كتعرفوهم وتسولوا لي البنات واش فايت شي وحده وقع ليها بحال هكا، ولا المزوجات بطبيعه الحال، واش غادي نعيش مشاكل مع راجلي. حيتاش راه انا تلفت، النعاس ما بقاش كيجيني، كنفكر بالليل وبالنهار كي غادي ندير نحيد عليا هاد الشي، واش غيأثر عليا هاد الشي في حياتي. المهم البنات، قصة البنت ها هي. بالنسبة لهذيك الجليدة ديال الدجاج صراحة الله انا ما عمرني ما سمعت بها. بالنسبة للثقافة بصح كاين كيثقفوا الجداوات ولا الامهات كيديروا هاد القضية لبناتهم لانهم كيخافوا عليهم، بصح كيديروا هاد الشيء. ولكن هاد الام دابا تقدر تكون في النهار اللي تخطبات فيه بنتها، تقدر تكون فسخات داكشي وحيداتو ليها وقادات ليها الامور ديالها. لحقاتاش هاد الشيء مادام هي قالتو لراجلها ومادام هي عارفة هي وجدتها، الا وانهم دايرين في بالهم انهم غادي يحيدوه. لان المرأة اللي كدير هادشي لبنتها راه كتكون ديما مفكرة وكتحاول انها تقول لشي واحد في العائلة باش يهز معاه هاد الفكرة، باش بحال هكا ملي توصل واحد الوقت اللي البنت وصلت للزواج ولا كلشي باش غيحيدوا لها داك الشيء. وعلى حسب علمي انا والنظريه ديالي انا، تقدر تكون الام ديالها حيدات لها داك الشيء، ما غاديش تخليه انا حتى نهار العرس عاد تبقى تحيد فيه. المهم البنات اللي سمعت بهذا الشيء ولا فايت داز عندها ولا داز عليها ولا هي براسها يعني عاشته، انها تقول لنا تكتب لنا التعاليق كيفاش ولا شنو دارت. بالنسبه لهاد البنت نتمنى لها التوفيق في الزواج ديالها ان شاء الله، يا ربي الله يسر لها الامور ويدوز عندها كل شيء بخير وعلى خير وكيف تمنته ان شاء الله. وبالنسبه لنصيحتي انا ما تقول للراجل حتى شي حاجه، لانه يقدر ما يتفهمش اكثر الا كان من ولاد اليوم، راه ما غيتفهموش هاد القضيه، راه ما عندهمش هاد الخزعبلات، راه ما عندهمش معاهم. الجدة الله يهديها نتمنى انها تعاون معاها وتحيد لي هاد الشيء الا ما كانتش ما حيداتو. على ما اظن انا غتكون الام حيداتو من نهار بنتها تخطبات، لان حتى شي ام ما غاديش تبغي شوها لبنتها نهار عرسها. الله يثبت غرسها والله يسر امورها وامور البنات كاملين ويفرح الجميع يا ربي. ما تنساوناش في التعاليق ديالكم وفي الاراء ديالكم، شاركوا معنا الاراء ديالكم في هذه القصة وقولوا لنا
واش حتى نتوما كنتو عارفين على هاد الجلدة ديال الدجاج اللي انا اول مره كنسمع بها في حياتي. كنت كنعرف القفال، كنت كنسمع بالقفال، كنسمع بالغربال، ولكن هاد القضية ديال الجلدة ديال الدجاج أول مرة في حياتي كنسمع بها. نتمنى كيف قلت لكم أنكم تشاركوا معنا الآراء ديالكم في التعليق، وقولي لينا إلا شي حد داز من هاد التجربة ولا من هاد المشكل وكيفاش حلو، كيفاش خرج منه، لا من البنات ولا من الدراري. كيفاش حيدوا هذاك الشيء ديال الثقاف اللي كيديروا الوالدين. الله يسر امور الجميع والله يحفظ الجميع يا ربي. ما تنساونيش في التعاليق ديالكم وفي الدعم ديالكم وفي البارطاج ديالكم وفي تفعيل الجرس وفي لي جيم. ديروا لينا جيم الفيديو الى عجبكم ان شاء الله يا ربي. وخليتكم في امان الله وحفظه الى القصة القادمة والفيديو القادم ان شاء الله.